إغاثة الإخوة في الدين ونصرتهم ورفع الظلم وصد العدوان عن ديارهم، لا سيما من كان منهم جارا مجاورا، فإن له حقوق الجوار التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن تأكدها ولزومها وتعين القيام بها بقوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وإنه بالنظر إلى هذين الحقين، حق الأخوة وحق الجوار، وبالنظر إلى طبيعة الرسالة السامية التي تحملها بلاد الحرمين الشريفين للعالمين، وإلى صفة المهمة الشريفة المسندة إليها، باعتبارها بلدا جعله الله تعالى قبلة للمسلمين ومقصدا للعابدين وملتقى للإخوة في الدين ومثابة للناس، لا يقضون من زيارته الوطر ولا ينالهم في التردد عليه سأم، مع ما أفاض الله عليها من خيرات وما أفاء عليها من بركات. فقد وفق الله تعالى ولي أمر هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى اتخاذ هذا الموقف الإسلامي الحازم الرشيد السديد بالاستجابة لنداء الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية لإغاثة الشعب اليمني المسلم وحماية الديار اليمنية من بغي وعدوان وطغيان الطغاة المعتدين على الشرعية المعترف بها محليا وعربيا ودوليا، ولإيقاف تمددهم الذي يهدد أمن الديار اليمنية أولا، ثم أمن وسلام المنطقة برمتها ثانيا. فكان هذا الموقف بحمد الله موفقا كل التوفيق، مسددا راشدا، لأنه يستند إلى قواعد الشرع ويحتكم إلى مبادئ الدين الحنيف، ويسعى إلى الحفاظ على المصالح العليا للأمة من جهة، وإلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من جهة أخرى. فلا غرو أن يحظى هذا الموقف بمناصرة ومؤازرة ومعاضدة أهل الإسلام قاطبة في كل ديارهم وأمصارهم، وإلى تأييد ومساندة ودعم كافة العقلاء والحكماء في كافة أرجاء الأرض، نعمة منه وفضلا يؤتيه من يشاء من عباده. فالحمد لله كثيرا على ما أولى هذه البلاد من نعم، والحمد لله كثيرا على ما من به عليها من توفيق قادتها إلى هذا الخير، والحمد لله كثيرا على ما أكرم به من بلوغ المراد ونصرة الحق ودحر الباطل وكبت الحاقدين وصد المعتدين وإحباط مساعي العصاة المنشقين الباغين. ونسأله سبحانه المزيد من فضله ونعمائه ودوام التوفيق إلى رضوانه وإلى نصر دينه وإعلاء كلمته والذود عن حرماته وإغاثة الملهوف من عباده. كما نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى متضرعين قائلين: اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو، اللهم يا ملك يا قدوس يا سلام، اللهم يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر، اللهم يا خالق يا بارئ يا مصور، اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين يا مالك يوم الدين، انصر
أبناءنا وإخواننا من العسكريين المرابطين في الثغور في كافة قطاعاتهم، وأيدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك، وانصر بهم دينك، وأعل بهم كلمتك، واحفظ بهم أمن البلاد ومصالح العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المرجع يوم التناد. آمين آمين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.